إطلالة على المجهول: ماذا يحمل 2025 للعالم العربي؟ أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في لقاء جديد يجمعنا على شاشة الأمل والتساؤل. أنا هنا معكم لنبحر سويا في محيط الغيب، محاولين استشراف ملامح عام قادم، عام 2025 الذي يقوى على أعتابنا حاملا في طياته الكثير من الأسرار والتحديات والفرص. هل سيكون عام التحولات الكبرى كما يتنبأ البعض؟ أم أنه سيحمل لنا استقرارا طال انتظاره؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهاننا جميعا، ونسعى جاهدين للبحث عن بصيص نور يضيء لنا دروب المستقبل. عالمنا العربي بقلبه النابض وتاريخه العريق يقف اليوم أمام منعطفات حاسمة، والعيون كلها شاخصة نحو الأفق ترقب ما ستأتي به الأيام. في رحلتنا هذه لن ندعي معرفة اليقين، فاليقين لله وحده، ولكننا سنسعى بكل شغف وفضول لاستعراض رؤى وتوقعات أشهر الأسماء في عالم الفلك والتوقعات في منطقتنا. هؤلاء الذين أمضوا سنوات في دراسة حركة النجوم وتأثيراتها، وقدموا لنا عبر السنوات تحليلات أثارت الجدل حينا وأصابت كبد الحقيقة أحيانا أخرى. سنستمع إلى ما يقولونه عن عام 2025 بنظرة تحليلية وبقلب مفتوح، مستعدين لاستقبال كل ما هو جديد ومختلف. إليك بعض أبرز التوقعات لعام 2025 من قبل أشهر المتنبئين الفلكيين في العالم العربي. سنتعمق في تفاصيل هذه التوقعات ونحاول أن نفهم أبعادها المختلفة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو حتى عسكرية. سنطرح الأسئلة ونبحث عن الإجابات، ونترك لكم أيها المشاهدون الكرام حرية التفكير والتأمل. ففي النهاية المستقبل ليس مجرد كتاب مفتوح نقرأه، بل هو قصة نشارك جميعا في كتابة فصولها. دعونا نبدأ هذه الرحلة المثيرة ونكتشف معا ما قد يخبئه لنا القدر في العام القادم، آملين أن يكون عام خير وسلام وازدهار على أمتنا العربية جمعاء. ميشيل هايك، عام التحولات الجذرية والانفراجات المنتظرة. نبدأ رحلتنا مع اسم لامع في عالم التوقعات، ميشيل هايك، الذي يرى أن عام 2025 لن يكون عاما عاديا على الإطلاق، بل يتوقع أن يكون عام التحولات الجذرية. وهذه الكلمة وحدها، جذرية، تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات العميقة. يتحدث عن تغييرات ليست سطحية أو هامشية، بل تغييرات تمس الجذور الأساسية